عليكم ورحمة الله وبركاته. أحلى اخوات في الدنيا وأحلى صحاب، عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وبأحسن حال. معاكي كوباية شاي مع سمر. لو أول مرة تشوفي قناتي وحشتوني جدا 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 من آخر فيديو عملته معاكم. كل تعليقاتكم الحلوة بتوصلني وربنا يخليكم ليا وادعولي ان ربنا يشفيني. انا غبت عنكم الفتره اللي فاتت، والله كنت تعبانه كتير، يعني الحمد لله. بحمد ربنا على كل نعمه الحلوه اللي في حياتي وكل اللي ربنا يجيبه خير. بس انت ما تيأسيش كده، وادعي ربنا باستمرار، وادعي لي دعوه حلوه في الكومنتات ان ربنا يشفيني. انا النهارده بقى جايلك بتحدي حلو جدا. ممكن ان انت تعمليه بكذا طريقه. من اول كام؟ من اول 5 جنيه و10 جنيه يا ستي، واللي معاكي حطيه. ماشي، اللي معاكي ابدأي بيه وحطيه. المهم ان انت تبدأي تعملي المبلغ اللي نفسك فيه. المبلغ بتاعنا النهارده متاح ب20 جنيه، ب2000 جنيه، وب1500 وب3000، زي ما انت حابه. انا بس بقولك على التحدي، وانت بقى بتبدأي تشغلي دماغك وتعملي التحدي. مش عايزه حد بالله عليكم يكتب لي في الكومنتات انت بترغي كتير، انت مش عارفه ايه. انا بقول لكم على يعني بديكم شويه نصايح تقدروا ان انتوا تمشوا بيها وتبداوا التحدي صح، عشان ما تبدايش غلط وفي الاخر تقولي يا محمد ما عرفتش اعمل اي حاجه والميزانيه مخرمه وما عرفتش اعمل برضو اي قرش. طيب هنعمل قرش ازاي يا ام محمد؟ هنعمل قرش يا ستي من الفلوس الفكه دي اللي انت بتقولي ما عرفتش بتعمل اي حاجه. لا، هي بتعمل وهتعمل معانا ان شاء الله. بس اهم حاجه بس يبقى عندك عزيمه واراده، وترمي حمولك كده على ربنا وتسيبها لله، فوضي امرك لله وتطلعي صدقه بقى. يعني انت تطلعي صدقه، ضروري ضروري تطلعي صدقه. ماشي. انا نويت بقى ان شاء الله ان انت تحوشي 1500 مثلا. يعني انت نويتي طلعي يا ستي 100 جنيه. ماشي. كل ما تطلعي اكتر ربنا يزيدك اكتر. التجاره مع ربنا يا جماعه مربح، وربنا بالصدقات ديت بيعديكي من حاجات كتير. والله اساليني وداووا مرضاكم بالصدقه. فربنا يوسع عليكم كده ويكرمكم. كل اللي بيخش لمحمد في الكومنتات ويحط لي لايكات او يسمع من الفيديو 3 دقايق، طبعا ربنا يجازيه خير. ماشي. دي حاجه معروفه يعني. فانتوا حبايبي وحشتوني، انا ما اقدرش اتاخر عليكم اكتر من كده. دعواتكم طبعا بتوصل لي كتير، ناس كتير قوي بتدعي لي بكل ذوق وبكل احترام. ربنا يخليكم لي ان شاء الله. على قد ما اقدر هبدا انزل لكم فيديوهات. تمام. احنا بقى ربنا يبلغنا رمضان يا رب، لا فاقدين ولا مفقودين. ادعوا لي كده ان ربنا يفرح قلبي بعيالي انا وانتم يا رب. انا كنت عايزه اعمل لكم ميزانيه، بس قلت لا. نزلت كده على المنتدى، قلت لو عايزين ميزانيه يا جماعه اعمل لكم ميزانيه، ولو عايزين تحويش نبدا نحوش اعمل لكم برضو تحويش. فلقيت حبيبتي بتقول لي ايه يعني ايه تحويش يا ام محمد؟ انا هقول لك يا حبيبتي، انت بس لفي كده خدي لفه في القناه تعرفي التحديات بتاعتنا اللي احنا بنعملها. احنا بنشجع بعض. انا اقول لك على فكره، انت تقولها لاختك، تقولها لمامتك، تقولها لحماتك يا ستي، مش مشكله. وتعمليها وتنفذوها. مش قادره بقى ان انت تعمليها مع نفسك، ممكن تعمليها بقى مع افراد العيله بقى كلهم يخشوا معاكي وكده. هقول لك بقى على التحدي عشان ما تقوليش طولت عليه. احنا بقى ممكن نبدا من اول 5 جنيه و10 جنيه، وكمان عندنا 50 جنيه و15 اغلى اكتر رقم عندنا النهارده هو 15 جنيه. انتوا عارفين طبعا الكشكول ده ما بيفرقنيش، دايما معايا يعني. بصوا بقى، التحدي بتاعنا النهارده هو تحدي ب1500 كده زي ما انتوا شايفين اهو. تحدي ب1500. انا كاتبه لكم ووضحت الورقه جامد قوي، يعني عشان ما حدش يقول لي سيب لنا الورقه في الكومنتات وكده. بصوا اكتر مبلغ هنا هو 100 جنيه. طيب التحدي ده يا محمد ب1500 زي ما انتم شايفين، وانا كاتبه لكم انا قد التحدي. انت قد التحدي، مش هزار، ما تتلككيش ولا تتحججي. بص بقى، التحدي بتاعنا النهارده 5 جنيه اهي. ماشي. 10 70 على كام يوم؟ على 42 يوم، يعني شهر و12 يوم هتكوني محوشه 1500. لو حطيتي مثلا، انا مثلا 90 جنيه محمد كتير عليا، اقسميها على 3 ايام، كل يوم حطي 30 جنيه. ال 80 جنيه كتير عليا، اقسميها على 4 ايام. بس التحدي هيطول معاكي. في ناس بقى بتعمل ايه عشان تحوش ال 3000 جنيه مثلا؟ بتقوم ضاربه في دول في 2. يعني مثلا عملته 42 يوم، تقوم مكركه من 42 يوم، يبقى معاها كام؟ يبقى معاه 3000. طيب رجعت ضربته تاني، عملته 3 مرات مثلا، هيبقى معاكي كام؟
3000 4 ونص، داخله على 5000، وكلهم في 3 4 شهور، بدل ما تروحي تخشي الجمعيه ب 5000 جنيه وتقعدي 10 شهور. لا، انت ممكن تعملي التحدي ده مع نفسك، تعمليه كحصاله للمصيف مثلا. ابنك كبير مثلا، داخل الاعدادي داخل الثانوي ونفسه في تليفون ولا حاجه، ممكن توري له الورقه ديت ويمشي عليها. البناتات الصغيرين بقى بتوع الجامعه وبتوع الكليات والبناتات اللي في الثانويه ممكن يعملوا التحدي الحلو ده. ماشي، انا عديت دول 7 ايام زي ما انتم شايفين كده، وبعدين هنا 7 ايام، ودول 1 2 3 4 5 6، فالستة في 7 ب42 جنيه، يعني ب 42. ماشي، 42 يوم هتعملي اللهم صل على سيدنا محمد عليه الصلاه والسلام، صلى على النبي. في الكومنتات هتعملي الورقه دي، هتاخديها كده سكرين شوت وتصوريها من عن طريق الواتس، وبعد كده هتبداي ان انت تحطها على علبه، على باب التلاجة، على باب التسريحه. المهم ان انت رايحه جايه انت والعيال تحطوا. ماشي، تعملي بقى حصاله، تجيبي حصاله، تعملي برطمان، علبه قديمه، ما تكلفيش نفسك. المهم ان انت هتبداي مثلا بالمبالغ الكبيره الاول، دي حاجه ترجع لك. مثلا ال100 الاول، حطي ال100 الاول. ماشي، هتحطوا مثلا ادي هنا كام 100، 1 2 3 3 ميات ولا اكتر، لا 3 ميات، وبعدين هنا 90 اهي، و80 و60، وهنا كمان 60، والباقي بقى خمسينات وعشرات وعشرينات، حاجات صغيره كده على قدك. عايزه تبداي يا ستي بالمبالغ اللي هي الصغيره، ابدأي بيها. تمام، مبالغ اللي هي زي 5 10 40 برضو ما تعتبرش حاجه، 30 15 لحد ما تخلصي المبالغ الصغيره، وشوفي انت معاكي هيبقى كام. ممكن تعملي نص التحدي من المبالغ الصغيره يبقى معاكي 750 جنيه، وممكن تعملي التحدي كله، ويبقى معاكي ال1000 ونص. وممكن زي ما قلت لك تضربيه يعني تكرريه كذا مره كده، كذا مره في كذا مره في كذا مره، ويبقى بتجمعي مبلغ مثلا، يعني ممكن تجمعي 10000 جنيه، ممكن تجمعي 5000 جنيه لو قررتيه كذا مره، من الفلوس الفكه اهي، العشرينات والعشرات. لا قلت لك بقى حطي 200 جنيه، ولا قلت لك حطي 1000 جنيه، ولا قلت لك حطي 400 جنيه. لا، هو حاجه بسيطه، احنا بنسهل الدنيا على بعضنا يا جماعه. سهلي الدنيا على نفسك. هتوفري بقى من شويه ازايز قدام كان عندك تبيعيهم، شويه كنز كان عندكم مناسبه وتبيعيهم، شويه عيش تبيعيهم، عيش الناشف. طيب ايه تاني يا ام محمد؟ اي حاجه عندك قديمه في البيت ما تسيبيهاش، كل حاجه في البيت دلوقتي قديمه بتتباع، ما توقفيش نفسك، كل حاجه قديمه دلوقتي في البيت بتتباع. ايه ركبتي مواصلات، لمي 5 جنيه في 10 جنيه من الفلوس الفكه بتاعت المواصلات. طيب ايه، ربيتي شويه فراخ وبعت البيض بتاعهم، وفرت من وراهم، ربيتي فرختين بيض وبحتيهم. اي حاجه انت بتفهمي فيها ابدأي اشتغلي فيها، وربنا مع العبد اللي بيسعى، وربنا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، واحنا بنجتهد. اعملي بقى قرش تحت البلاطه، جمعي حق كده، حق خاتم ذهب، حق جرام ذهب، وراح هاتلك ايه حاجه تركني عليها للزمن. ماشي، شجعوني ان انا اعمل معاكم التحديات الحلوه ديت، وربنا يا رب ما يحوجكم لحد ولا يضيق عليكم، ربنا يوسع عليكم ويرزقكم ويكرمكم ويفرح قلبكم يا رب بعيالكم. التحدي ده بسيط وسهل لكل الفئات العمريه، يعني انا ممكن عيالي يعملوه، ممكن عيال، لان هنا ال25 ديت انت لو حطيتها على يومين مثلا حط 12 ونص و12 ونص. ما تكلكعيش الدنيا، ما تخليش الدنيا بالنسبه لك صعبه وتقولي لا يا ام محمد ده 70 جنيه ده مفيش فكه بتتوفر، ده مفيش مش عارفه. يا جماعه احنا بنصرف فلوس كتير والله، ال200 جنيه بتطلع ما بتجيش. فانت من 200 جنيه اعتبر ان انت مطلعه تصرفها، لا اعتبر ان انت صرفت 190 بس، وحط 10 جنيه. حط الحصاله مثلا، حصاله هناك اهيت اللي انا مصورها لكم اللي هي الفانوس ديت، حطيها ونسيها، ماشي. انت كل بس اللي هيشجعك ان انت هتعلمي كده، هتجيبي قلم كده وتبداي ان انت تعلمي. قلم بقى احمر اخضر، اللي هي الاقلام بتاعت السبوره اللي احنا اصلا شارينها للعيال عشان المدرسه. مثلا جيت اهوت عملت ايه، حطيتي 5 جنيه هتقوم عامله كده. ماشي، بقلم بقى من اللي بيتمسح، مش ضروري عشان ترجعي تعيدي التحدي تاني. على فكره القلم ده ما بيتمسحش، انا زعلانه ان انا علمت على 5 جنيه والقلم ما بيتمسحش. ولا قلم زي ده، اي قلم عندك ان شاء الله يكون قلم جاف، لو انت مش محتاجه الورقه دي تاني اهو الاقلام اللي عندي ديت بعلم بيها. تقومي معلمه بيها بقى، وتقومي بقى مكمله. نفسك بقى تجيبي اي حاجه بسيطه، يعني داخله تصفيات بقى بتاعه الشتاء، اللي هي بتاعه الهدوم بتاعه الشتاء. فابدأي بقى ان انت ايه
جمعي بقى 1000 ونص، 2000، 3، زي ما انت حابه، وهاتلك بقى طقمين شتوي كده وعينهم السنه الجايه، عشان بقى الاسعار بتبقى نازله يعني مثلا ابو 500، ابو 1000 بيبقى مثلا ب 700، ب 800، ما بينزلش النص ولا حاجه، بس بيبقى في التخفيضات حلو. في كتير، في ناس كتير بتعمل كده. وممكن تعمليها بقى كميزانيه للحوم او فراخ او اي حاجه عندك. المهم ان انت تشتغلي على الفكره ديت صح، وربنا هيكرمك باذن الله. عشان نويتي تعملي لايك لام محمد وكومنت حلوه منك، عشان انتوا احسن اخوات في الدنيا ودايما ساندني واقفين في ظهري. احلى لايكات في الدنيا. اشوفكم ان شاء الله باذن الله في فيديو جديد جامد جدا. ولو عايزين نعمل فيديو عن الميزانيات اكتبوا لي تحت في الكومنتات. يلا مع السلامه.